تفكر داك الوقت اللي كنتي فيه وحيد، تفكر داك الوقت اللي كانوا فيه اشخاص في حياتك ما كيامنوش بيك. خاصك تعرف باللي ما عندكش بزاف ديال الفرص من بعد اليوم. الا ما كنتيش مستعد تخدم على قبل اول فرصه تجي قدامك فانت ما تستحقش الحياه. ما بقاش ليك بزاف ديال الوقت، ما كاينش وقت للكسل، ما كاينش وقت للشكوى. انت ما كاينش في وضع يسمح لك حتى بالشكوى. خاصك تخليهم يامنوا بيك. الا ما كنتيش مستعد على الخروج من منطقه الراحه الخاصه بيك فخاصك تفهم باللي غتخسر كل شيء، غتخسر حتى نفسك. انا هنا باش نقول ليك باللي كاينين اشياء محيطه بيك اعظم بزاف من الشكوى. داكشي علاش خاصك تاخذ خطوه للامام وتثبت بانك انسان عظيم. في هاد اللحظه الملايين من الناس كيعانيوا من مصائب مدمره. في هاد اللحظه الملايين من البشر كيحلموا كون يتمكنوا من تبادل الاماكن معاك، ولكن انت مازال كتشكي. لا، ما عندكش الحق، ما عندكش الحق في الاستسلام والقول ان الامر انتهى بالنسبه ليا. خاصكم تفهموا ان السبب وراء وجودكم في هذه الحياه هو انكم عندكم اشياء خاصكم تقوموا بها. الناس كيميلوا للفشل احيانا، ما تكونش راضي على راسك ابدا. احيانا كيبغيو الناس يحطوا راسهم في هذا الصندوق الصغير وكيقولوا انهم راضين على المكان اللي هما فيه. حاجه وحده اللي خاصك تعرف على النجاح، غادي تكون بزاف ديال الصراعات، غادي تكون بزاف ديال التحديات، غادي تكون بزاف ديال الاشياء اللي تقدر حتى ما تفهمهاش، ولكن خاصك ترجع. خاصك ترجع حيت انت قوي، خاصك ترجع حيت انت عظيم، خاصك ترجع باش تثبت لهم باللي كانوا على خطأ، خاصك ترجع باش تثبت انك تستحق هذه الحياة. ربما غتكون في موقف غتحس انك مهرس ولا كتحس انك مهرس، ولكن انا هنا باش نقول لكم انكم تخلقتوا باش تستمروا. انا هنا باش نقول لكم باللي ما بقاش عندكم الحق في الشكوى من الان فصاعدا. واش عمرك فكرتي في اطفال كينعسوا وهما جيعانين؟ واش عمرك فكرتي بشخص مريض بمرض ما يقدرش يتشافى منه؟ واش عمرك فكرتي في اشخاص فقدوا عائلاتهم؟ ربما حان الوقت باش تدرك وتعترف ان موقعك ماشي بهذه السهوله. ربما حان الوقت باش تدرك انك بحاجه للابتعاد على الدراما اللي معمره حياتك. حان الوقت باش تبدا بمطاردة احلامك. ما توقفش ابدا، ما تستسلمش، تثبت لهم انك شجاع، تثبت لهم بانك انت هو بطل الروايه. في امان الله.